شروع فرنسا في سحب جنودها من مالي قبل الموعد المحدد لا يبدو أنه جاء تتويجا لتحقيق الأهداف، إنما هو بحسب البعض تخوف من التداعيات. خطوة فتحت الباب أمام كثير من الأسئلة حول حيثيات قرار الانسحاب الفرنسي من مالي، خصوصا وأن الأهداف الأساسية من الغزو الفرنسي لهذا الإقليم المضطرب تمثلت أصلا في القضاء على المسلحين التكفيريين، الأمر الذي أخفقت فيه فرنسا على ما يبدو. فما هي الأسباب الكامنة وراء قرار باريس؟ وأي أفق للوضع في المنطقة بعد هذا الانسحاب الذي يوصف بأنه تكتيكي؟ الانسحاب الفرنسي تكتيكي لأنه ليس انسحابا كليا، ففرنسا بقت في شمال مالي ب1000 جندي وبقت بقواعدها العسكرية المحيطة بالمنطقة. هو تكتيكي لأن المراد منه هو الضغط على المجتمع الدولي لإصدار القرار من مجلس الأمن وإنشاء قوة أممية، وبالتالي تخرج فرنسا من العباءة الاستعمارية اللي تأخذ عباءة أممية. الحرب في شمال مالي وإن لم تضع أوزارها بعد لم تسلم من بعض التجاوزات وسط حديث الأهالي والشهود عن ارتكاب مجازر وحشية وتصفية عرقية في حق المئات من العرب والطوارق. مدينة ليرة انقتلوا وحدين دوروا عودوا حوالي 13 ولا 14 بين التوارق والعرب في سوق ليرة القايلة من نهار، خابطون انقتلوا بدم بارد وخلاوا جثثهم. مدينة قوسي كذلك نحن نقدرهم تقريبا 137 شخص، فما اشخاص ما زالت مفقودة ولا عندنا عنها إحصائيات دقيقة. وهربا من جحيم الحرب فر نحو 200,000 من سكان تمبكتو وغاو وكيدال إلى الحدود الموريتانية الشرقية، حيث يعيشون ظروفا مأساوية في مخيمات الإيواء هذه في ظل الحاجة الماسة إلى الغذاء والدواء. وللفت الأنظار حول محنة هؤلاء تنشط الفصائل السياسية الأصوادية وتستضيف العاصمة نواكشوط أغلب قادة تلك الفصائل في الوقت الحالي. تكريس الانفصال بين شمال وجنوب جمهورية مالي واستمرار الوضع على ما هو عليه ربما يفتح الباب والعهدة على المراقبين أمام جملة من المخاطر والتحديات، ويخشى من أن تكون المنطقة المغاربية هذه المرة في عين العاصفة. محمد عبد الله مأمين، النشرة المغاربية، العالم، نواكشوط.